مرحبا بكم متابعي الاعزاء في فيديو جديد لنهار اليوم. ان شاء الله يلقاكم كامل بخير وبصحه جيده يا رب العالمين. من اليوم واحده ما تزيد تقول لي ما تنجحليش الكسره. كسره رخصاص على اصولها بمقادير جد مضبوطه. نضبط لكم الكيله باش تقدروا تضاعفوا الكميه ولا تقسموا الكميه. لو كان واحده مبتدئه او اول مره تجربها رايحه تنجح فيها. وشوفوا لي ديك الخفه وذيك القرمشه، ومام تقدري تحتفظي بيها في الثلاجة مدة 15 يوم 20 يوم. شوف النتيجة، بديها تسخنيها تبقى كأنها جديدة وصالحة مع أي أكلة. شوفوا، مع الفطار، مع الشوربة، مع تغماس يعني، ولا كيف تقدري تحليها وتحشيها بكل سهولة. شوفوا كيفاش تتفتح معاكم وفي نفس الوقت ماهيش مطاطية تبقى تتقرمش. جام كبيرة مليحة كيما نتوما لا فيديو هكا باش تصل أكبر عدد من المشاهدين. على من الجزائر نحتاج ندير حالة في التعليقات باش نوصل وصفاتنا للعالمية ونقولوا بسم الله على بركة الله. عندي كيلوغرام تاع السميد او ما يعادل 6 كؤوس من هذا الكاس البنات، كاس ام وليد ولا كاس تقزوز اللي متوفر عندكم في المنزل اخدموا به. تقريبا راه نفس المكيال. شوفوا هنايا سميد راه خليط بين المتوسط وبين الرقيق عادي تاع شكاره 25 اي نوع عندك اخدمي به. كاس الا ربع تاع الزيت او ما يعادل هنايا 200 مليلتر اللي حابه توزن، لانه بنات بزاف راهم طلبوا مني الوصفه كمشروع اللي حابين يخدموا على رواحهم. شوف بنات، مشروع جد مربح ومحال. شوفوا هذه اللي يوكلها عندكم ولا اللي يطلبها منكم محال ما يعاودش يطلبها ولا يطلب منكم الوصفه تاعها. بسوها هنايا مليحه تجي كسره مبسه لكنها معجونه في نفس الوقت. كاينه كسره مبسه وما نعجنوهاش هذيك تجي يابسه. البنات تجي يابسه نوعا ما كي تبرد وسي تبقى يابسه. لا هذه لا، هذه ما تقدري تحتفظي بها حتى في المجمد حتى شهرين 3 شهور. كي تجي بداها تسخنيها تجي كانها جديده. ملعقه تاع الخميره، نصف ملعقه تاع السكر، وراح نبعدهم بجيه. ونجيب هنايا البنات الكميه تاع الملح. الملح حنا البنات كما تعودنا ولا تعلمنا حنا بكري يقسمونا الكونتيتي تاع السميد باش نخرجوا الكونتيتي تاع الملح بهذا الشكل. ما تملحيش على الكونتيتي الكبيره تاع السميد هذيك تقولك تفسد لك، لكن حنايا نقسموها كيما هاك. ولفنا برك ولا تعلمناها. هي ما يعادل في الكيلو ديري 20 غرام تاع الملح تجيك هذيك السواسوه اللي حابه توزن. الخميره 10 غرام والسكر 5 غرام. جبت عليهم كاس تاع الماء اللي يكون دافئ. في فصل الصيف عادي تخدمي عادي من الحنفيه وتزيدي تنقصي الكميه الخميره ديري لي حتى 7 غرام برك. 5 غرام عادي تضرب تطلع. نجي هنايا البنات لازم القوام تاعها، وهذا هي الرسمي كامل راه هنا. انا جبت الكاس الثاني تاع الماء ونبدا نضيف فيه بالتدريج وراني نعجن. مع الاول بعد لازم تولدي لها ماده الغلوتين تفعليها فيها باش ما تجيناش نبس هذيك اللي تسيح وتجي يابسه. كيف قلت لكم تجي في نفس الوقت كسره معجونه مدلوكه. لان هنا اذا ما خداتش كفايه تاعها تاع الماء راح تولي مبسه ومن بعد تتشقق لك تعودي تخدمي بيها. لازم تدي كفايتها تاع الماء وكفايتها تاع العجن. راكم تشوفوا بنات راني نلم في العجين ونضيف غير بالملعقه الماء غير بشويه برك. شوفوا هنا البنات، شوفوا الجهه اللي راه بدات تتفاعل الغلوتين بيضه، وكاينين جهات مازالت ما قصتهمش مليح بالماء راكم تحسوه مازال اللون تاعهم اصفر مبسين. لا احنا لازم نعجنو تولي كامله تروح للبياض. العجينه تاعنا تبدا تبيض لان كيما نقول حنا دير العلك ولا تفعل الماده تاع الغلوتين. انا هنا البنات خدات لي 2 كؤوس هذوك اللي شفتوهم معايا. نتوما اذا نوع التسميد تاعكم ما يتشربش راح تديلكم كاس ونص 2 كيسان الا ربع. روحوا غير بالتدريج، الكاس الاول ضيفوه كامل والكاس الثاني بقاو يضيفوا فيه بالتدريج وعجنوها شويه بتقطاعه. اذا راكم تلاحظوا راني نقطع في العجين. خلاص هنا كملت هذاك الكاس الثاني كامل. ما حبيتش هنايا نسرع بزاف لا فيديو وما حبيتش ثاني نحذف منه باش نقدر نفهمكم لانها من الاول لازم تكون ناجحه. شوفوا بنات كيفاش ولات مطاطيه. راني كي قلت لكم نعجن فيها بتقطاع. وحتى وين من بعد راح تمدي العجينه تاعك البيترا يعجنها. انا البنات في الاول نعجنها بيدي بهذه الطريقه نلمها ونعرف قوام العجينه كيفاه راهو ماشي باش نمدها للبيترا يعجنها لي. وحتى وين راح ديري كونتيتي كبيره ديري غير بطريف ومدي لي البيترا يعجن مش من الاول تروحي تضربي فيها دلكه كبيره. خلاص هذه بالنسبه للاخت فقط اللي طلبتها مني كمشروع. لما تشوفوا القوام تاعنا البنات تكون شاده روحها ما تكونش ثاني طريه بزاف سينو تعبك ومن بعد تحل تتورق لك في الطاجينه.
راه ما لازمش تكون طريه بزاف. حطوها في سيرفيات باش تشرب لها الرطوبه الزايده، باش حطوها في ساشي باش ما ديرلكمش قشره، ونغطيها ونخليها تريح في فصل الصيف ربع ساعه، فصل الشتاء نص ساعه. هذه بنات ما تختمرش كيما المطلوع، تحسوها بلي ريحت وتفعلت فيها الخميره بدون اختمار مبالغ فيه. درك تشوفوها البنات، شوفوا مام اللون تاعها كيفاش ولات صفرة، وهذيك السرفيات البنات شربت لها السوائل الزايده. شوف كي تدخلوا صباعكم بهذا ما يرجعش لانها مريحه. وزيد لداخل البنات تلقاوها محلوله بهذا الشكل. شوفوا كيفاش تقدروا تقطعوها بكل سهوله. واش نروح نديروا لها حنا في الوصفه الاصليه تاعنا البنات كيما انا تعلمتها، ولا نديروا قرصه البيكربونات. ما عندكش بزاف يعني راني ديسبري درتها بخميره الحلوى. ديري لي نص كيس خميره حلوى في الواحد كيلوغرام تاع السميد، وديري لي 1.5 غرام تاع البيكربونات في الواحد كيلوغرام تاع السميد، وبداي اعجني بهذه الطريقه ثاني تتقطع. هنا في هذه المرحله تقدري هنا تمدي البيترا يعجن لك. انا رانمد لك الاساسيه تاعها. الوصفه ناجحه 100%، مطلوبه بزاف البنات. انا كامل يطلبوا مني هذه الوصفه، اي واحد تشوفوا عبر الولايات الوطن كامله، شوفوا سكنت في كل مكان كامل يطلبوها مني هذه الوصفه تاع الكسره، لانها صح تحمر الوجه صح ناجحه. وما تبقاش 3 ايام البنات حتى خارج الثلاجه. حطوها غير في كيس بلاستيكي تبقاو تاكلوا منها عادي وكانها جديده. تسخني وتاكلي، ما حبيتي ما تسخنيهاش تاني. تصلح كيف قلت لكم مع الحليب، مع نحلوها نحطوها تولي ساندويتش، مع اي حاجه تصلح. راك تشوف البنات ماشي ونقطع في العجينه بالتدريج حتى توليو تحسوا بلي العجينه تاعكم ولات ما تقطعش، ثم تعرفوها بلي راهي دلكت صافي. تولي نتوما تجيو تقطعوها تكون قاسيه، تحسوها بلي ولات مطاطيه بزاف، ثم راهي تعجنت معانا مليح مليح. تحسوا بلي لون تاعها البنات ما بقاش اصفر كما كان في الاول، وثانا تولي ملساء، ما تبقاش حرشه، ما فيها حتى قشره ولا، يعني راهي كسره معجونه. حنا كاين يقولها كسره رخصاص، لكن حنا البنات في منطقتنا نقولوا كسره معجونه ولا كسره مدلوقه. شفتوا القوام تاعها كيفاش يجي؟ حنا البنات كي تجيو تضغطوا عليها ما تمور لكمش هذيك تاع صباعكم وتبدا ترجع تبدا تطلع. فهاد رايحه نقسمها. شوفوا هذه كونتيتي في الطاجين العادي تخرج لكم 4 خبزات. هذه كونتيتي مديتها لكم تاع 4 خبزات. من في البيترا هذاك البنات كيما تاع تابومان هذاك ولا كوندور ولا تعجنها لكم، تعجن لكم 4 خبزات. انا وشي الطاجين تاعي صغير بزاف، درت 4 خبزات صغيرين شويه، نحيت منهم واحده اقل منهم تقريب 5 صغار، 5 خبزات صغار. لكن في الطاجين هذاك المتوسط عادي الكبير خرجوا اقسموها طول على 4. حاجه اخرى هنا برك حبيت ننبه لها طريقه تاع كيفاش تلوزوا ولا تكوروا الخبزات تاعكم هنايا، لانكم اذا درتوها صحيحه الطريقه صحيحه من بعد الكسره كيما تحلوها تجيكم مدوره. لكن هنا اذا ما لوزتوهاش مليح البنات راح من بعد كيف ما ديروها باي شكل تجيكم اي شكل الا المدور. راني نحكي هنا على المبتدئات. عندي بناتي ثانا شوفوا قد ما علمتهم نقول لهم هاو كيفاش ديروا ما يعرفوش. ومن بعد ساعات كيخليوني انا مكاه يروحوا يجبدوا لي فيديو تاوعي تاع الكسره ولا ويشوفوهم، نجي نلقاهم خبزوا كسره ما شاء الله. شوفوا البنات غير يعني تبعوا، حطوا لا فيديو قدامكم وشوفوا، حاولوا الخبزه الاولى الثانيه، ومن بعد ماشي غير الخبزه الاولى مره الخبز الاولى لا الثانيه لا، ومن بعد بشويه بشويه تولي هذه على الممارسه وعلى الخبره. نجي هنايا ثانا نعتلكم كيفاش تحلوها وتجيكم مدوره الله الله عليها. تحطوا قراص هذا الحلال في الوسط وتديو الجهه المقابله ليكم، مثلا تزيدوا تحطوه في الوسط وتجيبوا الجهه اللي قدامكم بدون ضغط مبالغ فيه. راهي وحدها البنات راهي مريحه، راهي قاعده تمشي معاكم. وقبل خلاص هنا ما نبدا نلوزها البنات وندير راني شعلت الطاجين تاعي، شعلت النار على الطاجين ما تنساوهش. وشوفوا البنات كيفاش تجي كيما تحلوها تهزوها تدوروها تبقى لكم مدوره طريه ثانه. كل ما ديروش كسره تاعكم طريه من بعد ما تقدروش تحلوها وما تطلعش فيها الخميره وتجيك معجنه لداخل. لازم ثاني تمدوا لها الطراوه هذيك باش تجيكم مفخفخه، الكسره تاعكم مفخفخه تتقرمش وهي طريه.
السمك هنايا حوالي 2 مليمتر حتى 3 مليمتر، هذا كيما تزيد تطلع شويه، ودرك تبقى ثاني مسألة اختياريه. كاين اللي يقولك نحبها كسره والبابه فيها البابه لداخل، وكاين اللي يقولك لا نحبها غير زوز قشرات كيما شفتوها انا معايا في الاول. تبقى هنايا مسألة اختياريه. ونرجع هنا قبل ما نزيد نخبز وحده نقرص الخبزه ديك، نلوز وحده اخرى بالداله، مره تقرصي ومره تلوزي بمهما كي قلت لك ما تحكمش فيها الخميره بزاف تجيك منفوخه بزاف طالعه في الطاجين، لا هذه ماهيش هي مطلوب. وجبت واحده اخرى من الخبزات اللي كنت قبل لوزتهم هذوك، وراكم تشوفوا هنا البنات من الوسط وندي للجهه المقابله، ومن الوسط نجيب ليا بدون ضغط باش ما توليليش جهه عاليه وجهه هابطه. نحاول نمدولها الشكل الدائري تاعها. شوفوا لي ثاني السمك تاعها شحال. مباشرة هنايا نديها للطاجين. طاجين البنات هذا راهو المشري هذوك تاع اللوزين، راني سبق شاركت معاكم فيه المطلوع. شريته صغير هكا، قلت قد طابونه كسرته اني انا البنات نطيب بالغاز تاع القرعه، ماشي الغاز دوفيلا داك غاز المدينه، لا الغاز تاع القرعه شويه ما يكونش زايد كيما الغاز الاخر. عليها نحب طاجين صغير باش يزرب يسخن لي ويطيب لي مليح. مع الاول نزيد له كل شيء حتى يسخن مليح مليح. من بعد واش ندير البنات؟ من بعد ونقص له للوسط اكثر من الاطراف، راهم كل ناقصين والوسط اكثر، لانه الاطراف راه يطيب لي من الاطراف ويزيد يطيب لي للوسط، بصح كون تشعلي له في الوسط وتقوي له يولي يحرق لك في الوسط، ويبقاو الاطراف هكذاك خضرين كما يطاولوا باش يطيبوا معاك. راك شفتوها كيفاش تحمرت معايا، الله الله عليها. انا ما تنقصولهاش للنار خلاص تجيكم يابسه البنات، تولي لكم شهبه وما تجي تحمر بالسيف هذيك تولي لكم يابسه. مقدرش نهز الطاجين كان ديجا سخن، وراني نحوشي فيها. اللي ما يحبوش الحوايج تاعها هكذا كان يعني بصراحه تحمرت مليح غير شويه برك، حوشيتها غير شويه وراكم تشوفوا فيها البنات اللون هايل. بالنسبه للنوعيه تاع السميد انا خدمت بكنزه، تقدروا ديروا كي قلت لكم اي نوع متوفر. عاده نحنا يقولوا نشريو العوالي هذاك للكسره باش يمشي. بعد ما تمور نعاود ندورها كيما شفتوا، نثقبها بالفرشيطه باش ما تطلعليش، ونضغط عليها شويه على الاطراف باش ما يطلعوليش الاطراف تاعها ثاني ما يجونيش محمرين. ونبقى من ذاك نقلب فيها وندور فيها باش تطيب لي كامله محمره بشكل موحد. كانت هذا هي كسرتنا. شوف بنات شهيتكم في الجنة إن شاء الله، يا رب تجربوها. البنات أنا اللي يسقسيوني شوفوا البنات الحجم هذا اللي كيما ماشي الصغيرة، ماشي الخبزة الصغيرة اللي أكثر من هذا شوية هذوك راهم نتباعوا الحبة ب6000، الخبزة الكسرة راهي ب6000. المطلوع ثاني إذا حابة مطلوع ناجح راح نخلي لك الرابط تاعو في صندوق الوصف. شوفي البنات هذيك الخفة تاعها. هنايا حبيت نقسمها بيدي لأنه بزاف يقولوا ما تقسموش الكسرة بالموس،